فرحانة؟ آويها وإن شاء الله ربي يهنيها. يم العروس بياسين، آويها ويا زهر البساتين، آويها يا مصحف صغير، آويها على عروس السلاطين. ضيوفنا اللي شرفوا الليلة دارنا فرحتونا بهالليلة. وانزلي على الحنة ست البنات، ست البنات، والشعر 10 خصايل مجدولات، مجدولات، مدت ايدها يحننها المسيونات، مسيونات، و10 أصابع مثل الشمع مضويات.
الحنة لدراعي مبروم مشان رباعي غنن يا بنات الحارة جابوا الحنة من العطارة يا وبريق الزيت يا بنية يا وبريق الزيت يا بنية نورتي بيتك يا رجوة يا وبريق الزيت يا بنية نورتي بيتك يا رجوة دوسي على الفرشة بالكوكب ريتك مبروكة على الأحباب دوسي على الفرشة بالحنة ريتك مبروكة على هلنا ودوسي على الفرشة بالقميص ريتك مبروكة على العريس يا ريتك بركة يا ريتك بركة علينا وعلينا وتبشري بالصبي وتبشري بالصبي يلعب حوالينا يا ريتك بركة يا ريتك بركة عم وعخوات وتبشري بالصبي وتبشري بالصبي يلعب مع رفقاته ويخلف على ابو العروس يخلف عليه بالاول طلبنا النسب منه وعطانا غزال مصور ويخلف عليه بالاول ويخلف عليه بالثاني طلبنا النسب منه وعطانا ضناه الغالي يخلف عليه بالاول ويخلف عليه بالثاني طلبنا النسب منه وعطانا ضناه الغالي أقبلت رجوى نور الليالي يزين خطواتها يزفها كل الحضور أمها وخواتها ارموا عليها الزهور أشعلوا الدنيا بخور ولحد يغار منها عزيزة واللي خذاها أمير الليلة ليلتنا غير مبروك يا أميرنا عسى الله يرعاك وعسى حياتك كلها سعيدة عسى الله يتمم فرحتنا وياك يقاك رب البيت رازق عبيده يزهاك لبس العباه يا أميرنا حنا ترانا بفرحك الليل أيامنا سعيدة وعليك مباركن يا نور حياك وعليك مباركن يا نور حياك وعليك مباركن عرس البنية وعليك مباركن عرس البنية ومكفين بها شر الندامة ومكفين بها شر الندامة يا الله يا كريم تحفظ وجهه يا كريم
تحت الراسي. ايويها لا فيكي عيبة ولا مقولة الناسي. ايويها وارفعي راسك وللعالم قولي لهم ايويها نحن الذهب والناس لباسي. حي الله حي الله بليالي الكيف والسهرة بالعلي والدار ترحب بالضيف والمشاعر مضوية. حي الله بليالي الكيف والسهرة بالعلي والدار ترحب بالضيف والمشاعر مضوية. عليتنا العالية وتشرف عوديانا ويا ديرتنا الغالية ويا ملقى خطارنا. عليتنا العالية تشرف عوديانا ويا ديرتنا الغالية ويا ملقى خطارنا. ومرحبا بضيوفنا ويا هلا بأحبابنا. مرحبا بضيوفنا ويا هلا بأحبابنا. واللي يجي يزورنا مفتوحة له ديارنا. حي الله بليالي الكيف والسهرة بالعلي والدار ترحب بالضيف والمشاعر مضوية. حي الله حي الله حي الله. والله تصبوها القهوة وزيدوها هيل واسقوها للنشا مع ظهور الخيل. والله تصبوها القهوة وزيدوها هيل واسقوها للنشا مع ظهور الخيل. والله تصبوها القهوة وزيدوها هيل واسقوها للنشا مع ظهور الخيل. والله تصبوها القهوة وزيدوها هيل واسقوها للنشا مع ظهور الخيل. شايف المكان مزهزه بالوان وشايف الطيور بتغرد الألحان وشايف الزهور بتميل عالأغصان. سالت شو القصة قالوا لي الليلة ليلة بهالجمعة جمعت الخلان. هنا مثلها في حدا وبزينها ما شفنا زين ومبسمها لو كلك حلا يا حلوة الحلوين. يفوح العطر ينبت زهر مطرح ما رجوة تدوس. رجوة يا قطعة قمر ومباركة عحسين. والنشا ما نلاقيها ونحييها ولك يلي تعديها يا ويلك ويل. والنشا ما نلاقيها ونحييها ولك يلي تعديها يا ويلك ويل. والله وحال شعر هيك نزلن على
حوالينا وعينك على جارتنا ولا عينك علينا والشبك عحارتنا وتتخبى بالقراني وعرايس ماكوا عنا ويا عويد الخزراني بسك تيجي حارتنا يا عيوني تتلفت حوالينا الله الله عينك على جارتنا يا عيوني وساري صار الليل وساري صار الليل حب حبيبك صار الليل وساري صار الليل روح لحبيبك صار الليل وساري صار الليل وساري صار الليل وساري صار الليل حب حبيبك صار الليل وساري يا ساكن بقلبي حلفتك بربي يا ساكن في قلبي حلفتك بربي لا تجر لي حبي وساري صار الليل ولا تجر في حبي وساري صار الليل وساري 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 حبيت بس أرحب فيكم، أهلا وسهلا فيكم جميعا، وأنا كتير مبسوطة بوجودكم معنا حتى تشاركونا فرحتنا. يعني الحمد لله اليوم يوم كتير عزيز علينا، ولعائلتنا الكبيرة بقول إنه إذا ما وسعتكم بيوتنا توسعكم قلوبنا، والفرحة واحدة. حسين ابنكم، انتو أهله، وهذا عرسكم. حسين هو فرحتي الأولى، ابن البكر، وزي أي أم أنا من زمان بحلم إنه أشوفه عريس، والحمد لله اليوم إحنا عم نبلش احتفالاتنا بعرسه، وإن شاء الله يتمم على خير. وأخيراً صار عندي كنة، بس مش أي كنة، ما شاء الله عليها رجوة، يعني ما بعرف في أحلى وأولاد منها العروس؟ جد غلاوتها من غلاوة إيمان وسلمى. يعني أنا بتذكر من كم من شهر لما إجا حسين وخبرنا أنا وسيدنا إنه نوى إنه يتجوز، قديش كانت فرحتنا. رجوة هي أحلى رجاء مني لرب العالمين لحسين. إن شاء الله يا رب الله يسعدكم ويوفقكم ويخليكم لبعض، وإن شاء الله دائما بتكونوا سند وفرحة بعض. ولأم فيصل ترى احنا عنا بنقول دائما انه بتعرفوا البنت من امها، وانا بحكي لكم الام جوهره. عزة انا بعرف، انا كنت بمحلك قبل شهرين وبعرف انت كيف شعري، بس بدي اطمنك انه رجوة بعيوننا وبعيون حسين، وهي بين اهلها وناسها، فاطمئني عليها.
بتعرفوا احنا كأمهات يعني احنا ايش بدنا من الدنيا غير انه نشوف اولادنا مبسوطين ومرتاحين. ويمكن احنا مرات بنراجع حالنا وبنقعد نسأل يعني هل احنا عملنا كل اللي نقدر عليه؟ وانا بالذات لانه يمكن هاي عمري ما حكيتها، بس سيدنا الله يرحمه قبل ما يتوفى لما كان بالمستشفى وعرفنا انه تعبان، انا وعدته وعد، قلت له حسين رح يتربى زي ما انت بدك فما تهكل هم. اليوم بطلع على حسين بشوف قدامي شاب جندي شجاع واثق من نفسه قوي. بشوف كيف يعني بالضبط زي ابوه، بشوف كيف اسلوب تعامله مع عروسته، مع عرسه، كيف حابب انه هذا العرس يكون بمشاركة أردنية، مش بس بالاحتفالات، بالتحضيرات كمان. فهون اطمنت انه هو فعلا شاب هاشمي واعي وعارف انه هو منكم وإلكم. وبقدر اقول للملك حسين انه الحمد لله اني وفيت بوعد ان شاء الله، وان شاء الله يكون هو راضي، وان شاء الله كلكم تكونوا راضيين. والف مبروك إلنا جميعا، لانه هاي فرحتكم قبل ما تكون فرحتي. واهلا وسهلا فيكم مرة ثانية.